بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي؟ كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة معانا لوحة كده زي ما انتم شايفين، هي لوحة من الكرتون وأنا غلفتها بورق أبيض وغيرها، ولزقت عليها لغاية ما خليتها يعني كأنها لوحة فنية فعلا، كأنها خشبة. المهم ممكن ان انا يعني استخدمها في الرسم او اي اعمال فنيه، وما استخدمش الكانفاس لان هو غالي طبعا، وانا كل شويه يعني ممكن الرسمه تبوظ مني وممكن، فانا بستخدم ده احسن. حتى لو الرسمه باظت مني فانا برجع استخدمها من تاني. انا الاول كده هعمل في النص كده، حتى انا مش يعني انا ما حطيتش لون ازرق، انا واخده بس نقطه لون ازرق وضفت عليها ابيض، وعملت زي اناره كده في وسط اللوحه، زي اناره ان دي خلفيه لجزء من السماء يعني. والباقي كله هيبقى متداري لان ده مفروض ده طريق وبنت ماشيه في الطريق ده. فانا هحوط كل الحته السما اللي انا عاملاها ديت، والطريق هحوطه كله باللون الاخضر. اللون الاخضر في ابيض، انا مش هحط لون تاني. فانا باللون الاخضر حطيت له نقطه اسمر، ورحت عامله اللوحه بالطريقه دي كلها داير ما يدور، بس سبت مكان الطريق والبنت اللي هرسمها فاضي. وبعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي بفرشه عاديه خالص، اي مقاس، المقاس اللي انا بعمل بيه اللي انتوا شايفيني بعمله بده. وهو بعمل بقى الطريق، انا مش عايزه الطريق ضيق، انا عاملاه واسع لان ده مفروض ان دي بنت واقفه او ماشيه. فمش عامله انا مش عامله انا بعد في اللوحه، انا عامله ان اللوحه كلها ده طريق وحوالين البنت خضره وهي ماشيه فيه. الالوان اهي، انا حطيت نقطه اصفر على نقطه اخضر ونقطه ابيض، وهبدا اللي انا عاملاه اللي هو الاخضر الغامق او الزيتي، هحاول بقى افتحه بطريقه الدق، ان انا هدق كده زي ما انتم شايفين على اللون الاخضر الغامق اللي انا عاملاه، علشان يبان لي ان دي خلفيه للورق اللي انا هعمله، لان انا لسه هعمل تاني بلون افتح شويه عشان بس اوضح اللوحه. فانا بدق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبعمل بالوان الاكريليك العاديه، الالوان اللي هي سكيب، بتتباع عند الموان العلبه اللي هي العلبه الصغيره دي ب5 جنيه، كانت ب5 جنيه، الوقت مش عارفه بكام. والوان دي عندي من بدري يعني. بدات انا افتح شويه في اللون اللي انا بلون بيه الاخضر، حطيت عليه نقطه ابيض وفتحت شويه في الصوره كأن ده ورق، اللي هو الورق اللي من الاشجار، يبقى انا مش عامله شجره، انا عامله ان ده خضره. دي نقطه من طريق شايفينها من بعيد، فدي نقطه من طريق، وحته من السما بس كده باينه. كل ما تنشف شويه اقوم بصوا غمقت شويه ازاي، فهي كل ما تنشف شويه فانا كمان بفتح باللون الابيض، بحط لون ابيض وبرجع افتح. دلوقتي انا برسم بنت كده رسم كروكي علشان احدد الالوان اللي تبقى حواليها، وابقى عارفه ان انا برسم الالوان ازاي، ما ابقى متخيله ده يعني ده رسمه وهميه اللي هي البنت دي. فانا هحط نقطه بني وادمجها مع اللون الاخضر. الاول انا هتقل حوالين الطريق او حوالين الشكل اللي انا عاملاه من الجوانب اغمق، لان ده يعتبر اللي هو البعيد عني. لما انا ببص كده على البنت وهي ماشيه على الطريق، فالاغمق ده هو البعيد، بنشوفه من بعيد اغمق، فبيكون بالطريقه دي. وحواليه من ان جوه بقى من ناحيه البنت ومن ناحيه الحته السما اللي باينه دي، بحاول انا افتح. بصوا بفرشه برضو عاديه خالص، بس فرشه مقاس 3 تقريبا، اللي هي الفرشه العاديه، كبيره شويه وبتكون مدوره، بتبقى حلوه قوي في رسم الاشجار او الورق او الحاجات دي اهي. بحاول بقى من ناحيه من جوه خالص كده، من بره اتقل، ومن جوه اخفف اللون. ودهنت انا ابيض تاني زي ما قلت لكم، ان انا كل ما تنشف كل ما افتحها، بحيث ان دي تبقى تدي اضاءه للصوره يعني، بتدي اضاءه ونور كده للصوره. وفتحت الحته اللي هي باينه قوي من السما اللي في النص، لان ديت اوضح حته باينه ومش ابعد.
هي بالنسبه لنا احنا قريبه، البنت قريبه. طيب انا حطيت نقطه بني على اللون الاخضر اللي انا بلون فيه، انا ما حطيتش الوان تاني. هرسم بقى الطريق بطريقه كده، الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده هرجع افتح في الجوانب عشان يدي لي ايه، عمق ويديني ارتفاع. وحاجه يعني ارتفاع في اللوحه من جوه اهي. اللون الفاتح ده هيدي لنا ارتفاع في الجانب، وغويطه من جوه، من الطريق يبقى اغوط من الورد اللي حواليه. ارسم بقى البنت بلون ابيض اهي، عشان بس ايه احدد الاول الصوره بتاع البنت او الشكل بتاع البنت. هي بنت واقفه وماسكه سله صغيره في ايدها، السله ديت مليانه ورد، ولابسه فستان. بس هي دي بس الصوره، بس ماسكه الفستان من ايدها كده ورافعاه من الارض. الفستان من تحت بكورنيش طبعا، وانا هعمل ليه ديل، ويعني هيبقى كده ايه في شغل يعني شويه. ماسكه سله كده، برسم السله اهو، عباره عن دايره، نص دايرتين كده فوق بعض وخلاص. ابدا بقى احط لون احمر عشان الفستان، ولون ابيض برضو عشان افتح شويه، لان الفستان ايه فاتح في غامق، ففيه كسر، فلازم ايه الكسر تتعمل. الاول هعمل الراس بلون اسود بس عشان احدد الراس وانا بشتغل. ابدا بقى الون ايه الجسد، احط نقطة اصفر على الاحمر على الابيض، هيديلنا لون الجسد بتاعنا، يعني اللون اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. بس ده اغمق شوية، فانا هحاول برضو ايه افتح كمان، افتح شوية، افتح درجة. هبدأ لسه هظبط الايدين بتاعتها، وهداري الابيض اللي انا عاملة بيه محددة بيه. ابدأ بقى الون الفستان الاول، ده اول مرة، اول درجة يعني. بعد كده هلون تاني الوان تانية، فتابعوني عشان تعرفوا الايه الرسمه بالمظبوط. هو الفيديو طويل قوي، فانا عشان اتفادى ان انا ما اقطعش منه حاجه او اقصش منه حاجه واصور لكم الجزء كامل، يعني فضلت ان انا اسرع الفيديو واسجل صوت تاني يعني بيا، يعني انا اسجل انا صوت غير الصوت الاصلي. طبعا انا ايه لغيته علشان السرعه بتاع الفيديو. هعمل بكده، بحدد الكرانيش بلون اغمق شويه، وبعد كده هداريها، يعني الاغمق ده هداريها بالفرشه كده. هطلع خطوط من اللون الاسود اللي انا عملته او اللون الاغمق اللي انا عملته عشان يديلنا قصر في الفستان. ارجع تاني بقى احدد عليها بلون ابيض واعمل نقط كأن دي كرانيش وعليها نقط. حبه كانوا على المعلقه، قلت ايه مش هرميهم خساره واعمل بيهم. اعمل بقى على الديل بتاع الفستان بحيث ان ده يبان ان ده كورنيش ملون يعني. ابدا بقى اخلي الاداري الابيض اللي انا كنت محدده به الرسمه، واعمل خطوط تانية كده بشكل برضو الاحمر، بحيث ان تبان ان هي ايه في كسر كده في الفستان. اعمل فستان طويل شويه كده وبالحمالات بتاعته، كده كده الشعر هيداريه. انا بحدد بس كده اللون ده، بعد كده انا هشيله خالص، اخد اللون الزيتي من اللي انا عاملاه بتاع الطريق، وهقوم انا مظبطه الايدين خالص. هنزل الشعر كده على ظهرها واعمل عليه كده ايه بالطريقه دي. هعمل عليه تاج كده داير ما يدور من فوق، كانها لابسه ايه تاج من ورد كده على راسها، بما ان احنا واقفين في وسط ورد وهي هتبقى شايله ورد، فقلنا ايه نخلي التاج بتاعها كمان على شكل ورد. هنعمل الثبت بتاعها اللون اللي هو الغامق ده. انا كنت ناوي اعمله موف، بس انا قلت لا انا اعمله شكل يتناسب مع الصوره، ما يبقاش نقطه الموف دي، لو ان هو يبقى متدرم الورد، بس يعني هو كده شكله احلى. عملت التقل كده على دماغها بالطريقه دي. بصوا الاول عملت نقط ابيض، بعد كده عملت نقط احمر كأن ده وردي، يعني دي ورد احمر، بعد كده ورد اصفر لقيتها ما نفعتش، هتدي لون تاني، فرحت حاطه موف، ورد موف كده فوق الشكل. وكده خلصت. بصي يا حبايبي اهي، ايه رأيكم؟